مين الغلطان؟ حكاية هدى مع داليا فوزي. ما كنتش أتوقع إن العلاقة بينا هتنتهي بالطريقة دي. كان نفسي نكمل مع بعض حياتنا اللي رسمناها سوا. هي دي حكايتي. اتعرفت على جوزي في سنة أولى جامعة، وحصل بينا حب سريع جدا، وتحول من زمالة لصداقة وحب وارتباط. وبعد التخرج اتخطبنا واتجوزنا سنة كاملة. طول فترة الارتباط كان دايما عصبي وغيور ومنفعل جدا، وممكن انفعاله يؤدي للشتيمة أحيانا، لكن كنت بتغاضى عن الأمور دي كلها وببرر على إنها حب زيادة وخوفه من إنه يفقدني. خطوته بارتباطه بيا بالخطوبة كان بيأكد لي إنه بيحبني، وبيحبني جدا كمان. وكنت مبسوطة قوي، رغم إن أصحابي كانوا بيحذروني ويقولوا لي خلي بالك منه، ده بتاع بنات. لكن بعد ما أثبت لي إنه بيحبني وخطبني كلهم سكتوا. صحيح مرت فترة الخطوبة بمشاكل كتير، بس كانت زيها زي أي مشكلة بتحصل بين اتنين مرتبطين وبيحبوا بعض. وكنا بنسيب بعض ونرجع تاني، ونسيب بعض ونرجع تالت، بس كنا دايما بنقدر نعدي كل حاجة سوا. لكن ما حصلش بينا أي مشكلة تخص خيانة من واحدة تانية. اتجوزنا، وفي بداية جوازنا كل حاجة كانت ماشية كويس جدا، وحصل حمل على طول. وكنا فرحانين قوي احنا الاتنين. هو يقول لي أنا عايز بنت، وأنا أقول له أنا عايزة ولد. وبدأنا نختار اسم البيبي سوا، ونختار المدرسة وهنربيه ازاي وهنجيب له ايه. فكرنا في حاجات كتيرة قوي. وهو كمان استقر في شغله، وبدأنا نحوش فلوسنا وناخد بالنا من المصاريف. مرت الأيام واستمر في عصبيته، لكن كنت دايما ببرر إنه مضغوط في الشغل، وإن المصاريف عليه كتيرة، وكمان عشان فلوس الولادة. ربنا رزقنا بطفلة جميلة، وبعد شهور لاحظت تغيير في سلوكه. اتغير قوي، تصرفاته بقت غريبة، وبدأ بينا مشاكل كتير جدا. الموبايل في إيده 24 ساعة، مش بيسيبه أبدا، وأعمل له باسورد محدش يعرف يفتحه غيره. كنت بعدي كل ده علشان الدنيا تمشي، وبقيت أقول لنفسي لا، مش معقول، مش ممكن يقدر يحب غيري أبدا، مستحيل، اللي بينا ده عشق مش حب. لكن اتفاجئت من صاحبتي إنها شافته قاعد في مكان مع واحدة تانية، وماسكين إيد بعض وبيضحكوا. اتجننت، والأول مرة كنت أعرف معنى كلمة الدنيا اسودت في عيني. أيوه، فقدت بصري للحظة، حسيت بسواد. لكن بعد لحظة قلت هي هتكذب ليه؟ هتضحك عليا ليه؟ معقولة؟ بس جوزي بيحبني. انتي كدابة، مش ممكن. انتي ما بتشوفوش بيحبني ازاي؟ انتي ما بتشوفوش بيغير عليا قد ايه، وبيخاف عليا كمان. لكن صوت جوايا بيقول هي هتكذب ليه؟ هو فعلا اتغير اليومين دول، وتصرفاته كلها بقت غريبة. فضلت في صراع نفسي ما بين قلبي وعقلي. قلت هراقبه بس في صمت، وتمنيت إن اللي سمعته يكون كابوس وهصحى منه. لكن المشاكل بينا بدأت تزيد، والأتفه الأسباب. هو شايفني نكدية وزنانة ومهملة، وأنا شايفاه كذاب وخاين. قررت إني أواجهه. أيوه، أنا لازم أواجهه. وفعلا واجهته. لكن المفاجأة إنه ما أنكرش العلاقة بواحدة تانية غيري، وقال لي أيوه، أنا بحبها وما أقدرش أعيش من غيرها. حسيت إنه ضربني بسكينة في قلبي. ما توقعتش رده، توقعت إنه يكذب أو يخبي أو يحايلني أو يعتذر لغلطه. قلت في نفسي حب عمري كله بيتخلى عني بعد جواز 4 سنين، وبعد ما بقى أب وأنا بقيت أم. طيب ليه؟ عملت إيه؟ حاولوا الأصحاب والأهل يتدخلوا عشان يصححوا الأوضاع اللي بينا، لكن الأمور هديت قدام الناس بس. وكان كل يوم يكلم حبيبته الجديدة ويخرج معاها،
وكأن مفيش أي حاجة خالص. وزاد الخناق، وكل خناقة كان يقول لي فيها أنت السبب. مرت شهور وبقت الحياة بينا مستحيلة، عصبية وإهانة واتهامات متبادلة. وبدأ يقول لي إنه هيتجوز عليا حبيبته الجديدة، وإنه هو قرر إنه يطلقني. هتطلقني أنا حب عمرك، أم بنتك؟ يا ترى يا هدى، كان إساءتك في الاختيار ولا أنت غلطانة؟ حب وعشق يتحول لخيانة وطلاق، مين الغلطان؟